اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الرزق وصباح التفاؤل. ازيكم؟ ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يومكم مليان تفاؤل وحب وكل حاجة يا رب تتمنوها تكون بتحقق له، وتبقى سنة سعيدة علينا كلنا يا رب. وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ أولادنا. أول حاجة حبيت كده أقول لكم كلمتين حلوين عشان ناخد طاقة إيجابية مع بعض، عشان عندنا يوم روتين مليان بجد حاجات حلوة هتفيدكم. وكمان هقول لكم على معلومة مهمة جدا جدا، لازم تشوفوا الفيديو ده للآخر عشان مهمة جدا بالنسبة لصحتك وصحة ولادك. واوعي تفوتي الفيديو ده عشان مليان معلومات. كوباية النسكافيه بتاعتك او القهوة او الشاي على حسب ما بتحبي، وتعالي يلا معانا على الفيديو. الفيديو مليان بجد. هقول لكم على حاجة مهمة جدا هتنفعك لصحتك وصحة ولادك. واوعي تسيبي الفيديو، اتفرجي عليه للاخر وحطي لايك عشان كمان يوصل لكل اصحابنا وحبايبنا ويستفيدوا هم كمان. وطبعا كوباية النسكافيه عشان نصحصح بقى مع بعض. وابتديت اول حاجة ادخل على البلكونة. عايزه اقول لكم بجد اليوم جميل جدا ما شاء الله. شايفين السما يا بنات؟ السما جميله جدا. بحب كده اول ما اصحى من النوم واشرب النسكافيه بتاعي افتح الشقه كلها، لاني لما بتفتحي والجو كده بيتغير بتحسي البيت مليان طاقه ايجابيه. يوم الخميس روتين بالنسبه لي مختلف جدا، بحب اخلص كل حاجه بدري قبل ما ولادي يجوا من المدرسه. على رأي مامتي الله يرحمها دايما تقول الساعة البدرية منسية. بحب أعمل حاجتي بدري. وطبعا أهم حاجة عندي بالنسبة لي أغير كده للعصافير. أنا بحب دايما أعمل لها المية، أغيرها لها وأحط لها رز. لو ما كانش فيه رز غيرت المية بقى وشربت الزرعة بتاعتي. وعايزه اقول لكم بجد يا جماعه، ما تعرفيش ربنا بيرزق مين عشان مين. ايوه الكلام ده صح جدا مليون في الميه. انا بحط الميه للعصافير، وطبعا هي بتيجي كده بقى على المكان وحافظه المكان. دايما كل يوم احط لهم الميه والرز، ودايما يجوا على البلكونه بتاعتي وبيبهدلوها. بس انا دايما ببقى فرحانه قوي لما اشوفهم كده وهم بياكلوا من الاكل بتاعي، بفرح جدا. فسبحان الله تلاقي الرزق كده، يعني ربنا بيبارك في رزقنا وبيوسع رزقنا وبيهدي لي عيالي. حاجات كتيره بتحصل. فانتي لو عندك عصافير بتيجي على مكان معين، عندك بلكونه ولا شباك او عندك قطه، اهتمي باكلهم بجد، بتفرق كتير في حياتك. مسحت بقى البلكونه لان العصافير دايما بتبهدل لي البلكونه، فعلى الاقل بمسحها مرتين في اليوم. بس مش مشكله، يعني انا ببقى مبسوطه جدا والاقي كده العصافير واقفين على البلكونه وبتاكل. وهنا بقى كنت المكنسه خدتها كده وهكنس الارض زي ما انتم شايفين. انا الحمد لله الشقه كانت نظيفه ما فيهاش اي حاجه، بس كانت ايه، مطرح الولاد والمذاكره وكده كان بقى ايه لام مبريه، حاجه مرميه في الارض. فابتديت بقى اكنسها كده بالمكنسه. وعايزه اقول لك بقى يعني خلصي شغل بيتك قبل ما اولادك يجوا من المدرسه، لان بجد بيفرق الموضوع ده يا بنات. انا بحس اول ما بيجوا خلاص مش هعرف اعمل حاجه، فبكون بقى محضره لهم اكل هياكلوه، هيغيروا عندنا درس. فخلصي حاجتك بدري. وهنا بقى كنت عملت الكنب زي ما انتم شايفين. ايه رايكم في الحركه السحريه دي؟ بسهل عليكم. انتوا اصلا ستات بيوت شاطره، مش هقول لكم احنا هنعمل ايه بالتفصيل، احنا بندردش مع بعض وبندي لبعض طاقه ايجابيه عشان لو وراكي شغل البيت ما تكسليش وتقومي تعملي اللي وراكي. وطبعا معركه المذاكره بتاعت كل يوم، دايما السفره عندي بتاعت كل يوم في الموال ده يا بنات. فبحب كده بقى ارتبها واحط المفرش بتاعي عشان ارتاح شويه من المنظر ده. يعني انا بصراحه هم بيمشوا من هنا من المدرسه وانا ببدا على طول شغلي، عشان ببقى كمان اخد طاقه ايجابيه واقعد لوحدي كده قبل ما يجوا. لو في درس بنزل اوديهم الدرس. فطبعا الواحد والله عامل زي ما يكون عايش في ساقيه. يعني ربنا يا رب يعيننا ويقوينا يا رب، ويخلي لنا اولادنا اهم حاجه، ويدينا الصحه. قولوا امين يا رب العالمين. السفرة بقى مسحتها وخليتها فل زي ما انتم شايفين، وسيبكوا بقى من المفرش واللي مكتوب عليه. ده الطبيعي، كل اللي عنده اطفال ده العادي بتاعه. حطيت بقى المفرش بتاعي الجميل ده، وكده خلاص رتبنا السفرة بتاعتنا. هكنس بقى كمان السفرة، هكنس ناحية السفرة كده والطرقة كمان بالمكنسة كده. والدنيا الحمد لله عندي بقت زي الفل. انا زي ما قلت لكم كنت غاسله المواعين برضك من بالليل. في حاجات بتعمليها بالليل بتفرق معاكي كتير. يعني انا بصراحه غسلت المواعين ولميت المطبخ وقلت السفره بقى سيبيها لبكره يا بنتي، اهم حاجه المطبخ. فسهل عليا كتير الحمد لله. ما عنديش اي حاجه في المطبخ غير اللي انا هعمل الغدا. وهنا خلاص بقى خلصت كده زي ما انتم شايفين الفينش. خلصت نرش بقى المعطر بتاعنا كده ونحس كده بالراحه النفسيه بتاعتي. انا كده خلاص بقى بوريكم بقى البلكونه بفتح كده واسيبها كده البلكونه مفتوحه. بحس بجد يا بنات بطاقه ايجابيه بتدخل البيت، و
البيت على رأي مقولة سمعتها من واحدة بتقولي البيت اللي ما بيدخلوش شمس ما بيخشوش الدكتور. غيري كده الطاقة الإيجابية وافتحي شبابيكك كده وابتدي شوفي اللي وراكي واستعيني بالله. رشينا بقى المعطر. انا بحب فريدة بريحة العود، مش عارفة انتوا بتستخدموا ايه، لو بتستخدموا معطر تاني قولولي عليه عشان انا بحب اغير في المعطر كده، ودايما مش بحب يعني اجيب يعني بجيب فريدة بس بانواع كتيرة بروايح كتير مختلفة. هنا خلاص بقى خلصنا، وتعالوا بقى عشان هقول لكم حاجة مفيدة جدا لولادك ولصحتك وصحة ولادك ودايما بيضحك عليكي فيها. ونقول هنا بقى جايه اقول لك معلومه مهمه جدا. اوعي تجيبي الزبده اللي بيعملوه اعلانات على النت كتير وبيقولوا لك ب 150 جنيه وب 130 جنيه، كل ده سمنه مهدرجه وبيحولوها بلبن لزبده وبيحطوا مكسبات طعام وحاجات كده. يا جماعه انا شغاله في المهنه دي بقالي سنين وعارفه اللي هم بيعملوه. ما تخاطريش وتجيبي السمنه الرخيصه لان مفيش احسن من السمنه البلدي بتاعتنا. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا بقى اوريكم انا جالي ايه من البلد وجالي ايه خير البلد والخير بتاعنا بجد. يعني انا بجد بستنى الشتاء عشان الخير ده بيفرق معايا كتير في بيتي، وطول ما هو موجود عندي في البيت انا بحس بالامان. تعالوا بقى كده اوريكم انا جالي ايه من البلد، وهقول لكم كمان لو انتوا عايزين تشتروا تقدروا تشتروها منين وبسعر رخيص جدا، بما ان احنا داخلين على رمضان. وطبعا زبدة الشتاء ما يعلاش عليها يا بنات. والزبدة الفلاحي، الزبدة الفلاحي بتاعت حبايبنا الفلاحين، هي دي الزبده المضمونه. ما تشتريش اي بيدج موجوده على النت. والله العظيم انا اكتر واحده جربت حاجات كتيره جدا وما عجبنيش اي حاجه خالص. فتعالى بقى اقول لك تجيبي حاجات منين موثوق منها وسعرها كويس جدا على قد الايد وتحفه جدا 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 وهتدعي لي. اول حاجه معانا العسل. عايزه اقول لكم العسل النحل ده اصلي 100% وسعره على قد الايد يا بنات، مش هتصدقي السعر بتاعه. انا متعامله مع الست دي من سنين السنين، هي على فكره قريبتي مش واحده انا عارفاها يعني دي قريبتي وقاعده في الشرقيه وبتجيب لنا حاجتنا انا وعيلتي كلها من سنين واحنا بنجيب الحاجات منها. عمري ما بشتري من الحاجات اللي هي بلاقيها ايه على النت دي. كل ده مش يعني السعر بتاعها اصلا يبين لك ان الحاجه دي مش طبيعيه. لكن بص بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم احنا كلنا الشمع من حلاوته بتاع العسل ما شاء الله اللهم بارك. شايفين العسل؟ عايزه اقول لك ريحه العسل تحسي فعلا بالخير، ريحتها تحفه. العسل يا بنات بما ان احنا يعني ربنا يبعد عن ولادنا اي حاجه وحشه في الشتاء بقى والبرد والحاجات دي، لازما كل يوم قبل ما ولادك ينزلوا تعملي كده نص كوبايه ميه دافيه على نص ليمونه على معلقه عسل وتشربيها لولادك. بترفع جدا جدا في المناعه. انا دايما بعمل لولادي كده. فاللهم بارك الحمد لله انا ماشيه على الموضوع ده. فالعسل بتاعهم اصلي جدا جدا للي عايز ايه ياخد العسل. ما قلت لكم العسل ما شاء الله اصلي جدا وتحفه، وانا دايما بجيبه يخلص بجيبه بستخدمه دايما. وهنا بقى هقول لكم على اللي انا ما بقدرش استغنى عنها، وبالذات بقى لما الشتاء بيجي وخير الشتاء وجمال الشتاء. الشتاء ده بيجي بخيره والله يا بنات، اذا كان خضار اذا كان لبن اذا كان قشطه اذا كان سمنه زي ما انتم شايفين كده، سمنه وزبده فلاحي كده حاجه ما شاء الله اللهم بارك. انا جبت سمنه رمضان قلت بقى هستغل الفرصه واجيبها لان خلاص يا بنات اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب اللهم امين. وربنا يجعله شهر خير وبركه علينا وربنا يحمينا جميعا يا رب. فسمنه رمضان انا بصراحه بحب اجيبها بدري بدري، وعايزه اقول لكم تحفه ما شاء الله حلوه جدا جدا. وكمان السعر مفاجاه للي هياخد يا جماعه، هتعمل له خصم اللي هيجيب من صفحه من البيج دي اللي هقول لكم عليها. هحط لكم رقم التليفون لو عايزين اكتبوا لي في الكومنتات. اصلي بجد انت لما تاخديها وتسيحيها بس هتعرفي الفرق ايه. وما تجيبيش ما ترخصيش اللي انا بقولك عليه، ما تجيبيش الرخيص، الرخيص مش حلو خالص. على صحة ولادك وصحتك مش بالرخص يا بنات. انا عندي اجيب كيلو زبدة واحد ولا انيش اجيب السمنة المهدرجة او السمنة اللي هي بيجيبوها ويحولوها لسمنة بلدي. كل ده خطر جدا جدا والله العظيم. وبيحط مكسبات طعم وشيفات كتيرة جدا كبيرة وكمان يوتيوبر معروفين بيعملوا دعاية. وكل ده انا جربته والله العظيم يا بنات، ملاها دعوة بالسمنة البلدي خالص ولا ليها ريحة، بترمي فلوسك على الارض. فهاتي بقى السمنة الفلاحي بتاعت كده زمان وخير زمان وابني بيتك بالخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اكتبي بقى ما شاء الله اللهم بارك. السمنة الفلاحي يا جماعة وعندها قشطة وعندها فطير مشلتت وعندها جبنة قديمة وعندها كل الخير بتاع الفلاحين الجميل. حاجة كده تحفة. تعالوا بقى كده
هنسيح مع بعض كده السمنه البلدي ووريكم ما شاء الله هي عامله ايه. اول ما حطيتها فعلا فعلا حرفيا الريحه قلبت لي ريحه الدنيا. على نار هاديه بقى وبسيبها كده مع نفسها خالص لحد ما تسيح والمرطه تنزل لتحت. وتعالوا بقى اوريكم الذهب والكريستال، شايفين لونها ما شاء الله؟ اللون بتاعها حلو جدا. انا بصراحه بحبها اللون ده، ما بحبش افتحها قوي لاني كل ما بسيبها كده على نار هاديه ريحتها وطعمها بيبقى تحفه جدا. فانا بحب ايه اللون الذهبي ده، ما تغمقهاش عن كده. شايفين بقى الكريستال ولا المرطه بتاعتها؟ المرطه بتاعتها ما طلعتش مرطه الكيلو. الكيلو ما بيطلعش مرطه كتير. تعرفي السمنه نضيفه منين؟ من ان هي ما تطلعش مرطه كتير. بجد يا بنات تحفه جدا، سعرها حلو قوي. اللي عايز يا بنات يكتب لي في الكومنت وانا هكتب لكم رقمها وتتواصلوا معاها، والله هتدعي لي بجد. انا حبيت اقول لكم المعلومه دي وافيد حبايبي واخواتي اللي بيتابعوني وبيدعوا لي دعوه حلوه، فقلت انتوا كمان لازم انا افيدكم وتستفيدوا.